شنو علاقة الدين بالقانون؟ الدين مو بس ينظم علاقتنا بالله، لا، الدين يعلمنا الصدق والأمانة والعدل، يعني ينظم كل جوانب حياتنا. أما القانون فوظيفته ينظم تصرفات الناس بالمجتمع، يركز على السلوك الظاهر. بس الفرق بين الدين أعمق، يهتم بالنية مو بس بالفعل، يعني يعالج أصل المشكلة قبل لا تصير. هدفه يوصل الإنسان للمثالية بالأخلاق والنفس والعدالة. القانون ينظم العلاقات بين الناس، بس هواي قوانين مأخوذة من مبادئ دينية، مثل القوانين بالعراق وإيران ودول عربية. هذا يبين أنه الدين والقانون يكملون بعض، ما نقدر نستغني عن القانون، بس هم ما نغفل أنه الدين هو الأساس، خصوصا الإسلام، لأنه مو بس عبادة، هو نظام حياة كامل.